أهلا بكم. إيه اللي ممكن تشوفوه على صفحتي؟ صفحتي قناة إعلامية متنوعة وتهتم بالسينما وصناعة الأفلام. إزاي تعمل فيلمك الأول؟ للدخول إلى عالم السينما قواعد أساسية يجب أولا تعلمها والتدريب عليها. تعالوا نتعرف على النقاط التي سنشرحها بالتفصيل من خلال حلقات كورس تعليم الإخراج السينمائي. أحجام اللقطات، شوت تايب، زوايا الكاميرا، قواعد الأساسية لجماليات الكادر. هناك عدة قواعد جمالية لتكوين كادر فني متناسق ومتوازن، وباتباعها تعطي بناء وتكوينا فنيا أكثر جمالا واتساقا. هيدروم، Objective Shooting Style، لوك روم، اتجاه النظرة، The Rule of Third، قاعدة الأثلاث، The Two Shot، كادر به شخصين. لتصوير مشاهد بها شخصين نتبع نفس القواعد الأساسية لتكوين الكادر، ويتم توزيع الكاميرات حسب رؤية المخرج وحركة الكاميرا والشخصيات، وتحدد الزوايا يمين أو شمال أو وسط، وأحجام كل كادر. ما زلنا نتابع معكم ما سنقدمه في كورس الإخراج السينمائي. تعالوا مع بعض نعرف إيه اللي ممكن تشوفوه على قناتنا. مراحل تمهيدية للدخول إلى عالم صناعة السينما، ودي هنتكلم فيها عن المهن السينمائية المشاركة في الأعمال الفنية. وهو طاقم العمل واللي بنشوف أسمائهم على التترات في بداية ونهاية أي عمل فني. الأستاذ أحمد عبد القادر، مخرج لمسلسل الغريق. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا. مبروكين أيضا على انتهائكم من تصوير المسلسل. أولا أقول لك حياك بالله. حياك الله. حياك الله. أبو حمدي، طبعا المسلسل بيتكلم عن فترة تاريخية وحدث حصل في فترة معينة. تجسيد أو الرجوع إلى هذه الفترة كان صعب دراميا؟ أنا بوجهة نظري يعني أستاذ عبد الله كان بيتحرى كل الدقة الأماكن المشابهة بالاكسسوار المشابه باللبس المشابه، يمكن أقول بالشخوص نفسها. يعني شكل الشخص نفسه لازم يكون مشابه. المكياج يعني تعب معانا ناس كتير، يعني أستاذ عبد الله كان كل العناصر متجندة عشان خاطر يجيب يوثق توصيل بشكل درامي بشكل تقني عالي جدا. يعني الفكر بتاع استاذ عبد الله بيبقى هو الاستاذ عبد الله طبعا هو عاشر الفتره دي، فكان هو فتره طفوله بصراحه هو المرجع، بصراحه هو المرجع يعني اي حاجه كنا بنرجع له، حتى اللهجه، حتى المفردات الالفاظ كان يجي يصلح ده الاكسسوار. كنا دايما في اي قطعه اكسسوار نقول له ده اللبس، تطريز اللبس. الاماكن بصراحه مش عاوز اقول الاماكن يعني انا كان نفسي اطلع رحله سفاري، الاستاذ عبد الله الحمد لله يعني طلعت سفاري. كواليس وحكايات فنيه. ونحن هنا بصدد الحديث عن مسلسل الغريقة، والذي تم إنتاجه عام 2009 بسلطنة عمان بمحافظة ظفار. يلا يا جماعه جنب، يلا 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 5 هدوء، يلا ستاند باي، ران كاميرا 5 4 هدوء قربوا من بعض، قربوا من بعض. 3 2 1 هدوء اكشن. قبل أن نتحدث باستفاضة عن الكروما وكيفية تنفيذ الخدع السينمائية، علينا أن نتطرق إلى عدة نقاط. ما هي الكروما؟ وما تعني كلمة كروما؟ ألوان الكروما المستخدمة، وما هي أفضل الألوان؟ أدوات الكروما وإكسسواراتها، إضاءة الكروما، ملابس الكروما والاستديوهات الافتراضية. كيف تدير محطتك الإعلامية؟ إنشاء وتجهيز القنوات الفضائية، دراسة الجدوى وخطة العمل، أرشفة وتصنيف مكتبات الأفلام والبرامج الإعلامية للقنوات والمحطات الإعلامية. من أساسيات الشروع في إنشاء القنوات التلفزيونية
والمحطات الإعلامية هي المواد الفيلمية والمراجع العلمية المصورة. لذا عند إعداد دراسات الجدوى لإنشاء القنوات والمحطات، إعداد مكتبة ضخمة تحتوي على الأفلام والبرامج والمواد الإعلامية. صلالة مركز محافظة ظفار الإداري والتجاري، فقد كانت أول وجهة لزيارة سلطنة عمان، وتعتبر من أبرز الوجهات السياحية التي تجذب مئات الآلاف من السائحين. وتتمتع مدينة صلالة بجاذبية كبيرة خلال موسم الخريف. يسرني متابعتكم لما أقدمه، ويسرني دعمكم الدائم. شكرا لكم.